ويوم بعد يوم زكريا مش بس سيطر على العمال اللي عنده في المصنع، ده سيطر على السوق بغزارة الانتاج والجودة الممتازة اللي هو بيطلعها. طبعا بعد كل دوام المعلم زكريا بيعمل ايه؟ طلع تليفونه من جيبه، يفتح الابلكيشن، يدوس اوف عشان ما حدش من البلد يحس بحاجة، ناس تروح طبيعية، ما فيش اي مشاكل، تتعامل مع اهلها بشكل طبيعي جدا، وهو ده اللي هو كان عايزه. وفي يوم من الايام صاحبك زكريا المبليف نسي يقفل التحكم في الناس بعد الدوام. زكريا في اليوم اللي نسي يقفل فيه جهاز التحكم بالعمال، في مشهد كان مروح فيه ماهر لبيته، بيفتح باب الشقه عينيه واسعه جدا كانه مركز، بس ده على عكس جسمه اللي كان حاسس بالتعب، كان منهك، مشيته المتباطئه، بيجر في رجله، صوت حكه الجزمه في الارض، ده مش الطبيعي بتاعه. واللي اعترض طريق ماهر للحمام عنايات مراته اللي كانت واقفه في المطبخ تقريبا بتحضر الاكل، وقف كده ناحيتها وبص لها كده بجمود تام من غير اي حتى سلام عليكم، بيسالها عن الاكل. فردت عليه عنايات مراته بكل هدوء، قالت له لا والله يا ابو ياسين، الاكل لسه ما خلصش، ده انا كنت بنظف في الشقه طول اليوم لما ظهر اتقطم ولسه بادئه في الاكل من شويه. فرد عليها باندفاع شويه وقال لها يعني ايه ما خلصتيش الاكل؟ وبدا بينهم الحوار يشد، كلمه من هنا على كلمه من هنا، الحوار بدا يكبر، صوتهم بدا يعلى لدرجه ان ياسين يصحى من النوم عشان يطلع يشوف هو في ايه اللي بيحصل بره. ياسين طلع على مشهد مش حلو خالص. ويوم بعد يوم زكريا مش بس سيطر على العمال اللي عنده في المصنع، ده سيطر على السوق بغزارة الانتاج والجودة الممتازة اللي هو بيطلعها. طبعا بعد كل دوام المعلم زكريا بيعمل ايه؟ طلع تليفونه من جيبه، يفتح الابلكيشن، يدوس اوف عشان ما حدش من البلد يحس بحاجة، ناس تروح طبيعية، ما فيش اي مشاكل، تتعامل مع اهلها بشكل طبيعي جدا، وهو ده اللي هو كان عايزه. وفي يوم من الايام صاحبك زكريا المبليف نسي يقفل التحكم في الناس بعد الدوام. زكريا في اليوم اللي نسي يقفل فيه جهاز التحكم بالعمال، في مشهد كان مروح فيه ماهر لبيته، بيفتح باب الشقه عينيه واسعه جدا كانه مركز، بس ده على عكس جسمه اللي كان حاسس بالتعب، كان منهك، مشيته المتباطئه، بيجر في رجله، صوت حكه الجزمه في الارض، ده مش الطبيعي بتاعه. واللي اعترض طريق ماهر للحمام عنايات مراته اللي كانت واقفه في المطبخ تقريبا بتحضر الاكل، وقف كده ناحيتها وبص لها كده بجمود تام من غير اي حتى سلام عليكم، بيسالها عن الاكل. فردت عليه عنايات مراته بكل هدوء، قالت له لا والله يا ابو ياسين، الاكل لسه ما خلصش، ده انا كنت بنظف في الشقه طول اليوم لما ظهر اتقطم ولسه بادئه في الاكل من شويه. فرد عليها باندفاع شويه وقال لها يعني ايه ما خلصتيش الاكل؟ وبدا بينهم الحوار يشد، كلمه من هنا على كلمه من هنا، الحوار بدا يكبر، صوتهم بدا يعلى لدرجه ان ياسين يصحى من النوم عشان يطلع يشوف هو في ايه اللي بيحصل بره. ياسين طلع على مشهد مش حلو خالص.